ثامر يعاني صعوبة في السير والحركة بسبب إعاقته الجسدية، لكن إليكم المفاجأة، فثامر عضو في تنظيم داعش. إعاقته لم تمنع التنظيم من تجنيده وجعله جاسوسا كونه لا يثير الشبهات. أنا ما يعني منتظم وياهم بالمعارك أو هاي، أنا بس فقط انطيتهم معلومات، يعني كنت بس أخابرهم. اسمه الكامل ثامر خضر حسن محمود، لا يتعدى عمره 21 عاما، ويعمل راعيا للأغنام. أول شيء، كيف أنت تعرفت على التنظيم؟ أنا تعرفت عن طريق مدرس مالي، يقررون بالمصاري، يحاولون حتى يعني تنظيم الشباب يعني وياهم على مبدأ نحن راح نتزوجكم، راح نعطيكم بيوت، من هذا حكي. البشمركة استعادت قرية ثامر وهي سهل المالح بعد أن طردت عناصر داعش، لكن ثامر بقي في منزله وساعد عناصر التنظيم على التسلل مجددا إلى داخل القرية. كيف عرفوك هول 8 تركمان اللي فاتوا حسب قولك؟ كيف عرفوك انه هيدا انت يلي رح تسهلهم دخولهم وتدلهم على البيوت؟ هم ما كانوا يعرفوني انا شخصيا، لكن الامير مالهم اللي جلسهم على القرية كان راح يتلقاكم شخص بيده قماش احمر. بعدين شو صار بعد ما عرفوك؟ يريدون بيت المختار وابن اخوه. المختار وابن اخوه. اجوا قالوا لك وين بيت المختار؟ نعم. اوكي، ما قبل شوي كانوا بيحكوا تركماني وانت ما بتفهم عليهم. هم يعني هيك يعني سألوا، بس هاي السؤال سألوا لان هو مفهمهم. ثامر اليوم يقول انه نادم لانخراطه بتنظيم داعش، اما مستقبله ومحاكمته فلا شيء واضح حتى الآن. يعني يوميا أموت 1000 موتة، لأن أنا سويت هالشي، سببت بمقتل أحد، يعني صرت السبب. هم كانوا يريدون مني على مدى المختار وابن أخوه، بس هم وين صار هم تعاركوا ويا البشمركة، فصار هالشي هذا. يعني أنت كان أسهل لك إنه يقتلوا المختار وابنه أو أخوه، أسهل من يقتلون البشمركة. من إقليم كردستان، رولا الخطيب، العربية.